الا ما كتصدقليكش كيكه ديال التفاح فهذه غتكون احسن كيكه في العالم بزوج بيضات، كتجي رائعه جدا، بنينه وخفيفه وبمكونات اقتصاديه وعندك في الدار ان شاء الله. غادي تاخذوا واحد الاناء اللي ضروري ما ديروا فيه قبصه ديال الملحه، وحبه ديال البيض اللي تكون كبيره وضروري ما تكون بحراره الغرفه. السكر انا درت نص كاس، ممكن تنقصوا، من الاحسن نقصوا ديروا غير ربع كاس. كنخلطوا مزيان، نديروا نص كاس ديال الزيت النباتيه ونص كاس ديال الماء اللي كيكون بحراره الغرفه، ممكن الحليب. كنضيف حتى سكر فانيلا. ضفت الكاس الاول ديال الدقيق مع خميره وحده، راه كنت هنايا خلطتهم، وزدت الكاس الثاني ما عامرش، يعني كاس عامر وكاس الثاني ما عامرش. غادي نخلط مزيان مع زوج ديال الخمارات، معلقه صغيره ديال الخل، كنحصلوا على قوام اولا عجين ثقيل بهذا الشكل ضروري باش تنجح لينا الوصفه. كناخذوا القالب اللي رشيته او دهنته بالزبده، رشيته بالزنجه، هذه خطوه اختياريه ولكن كتجي فيها واحد القرمشه. غادي تنزلوا الكيك ديالكم، عاد تمشيو تاخذوا 3 الحبات ديال التفاح، هي اللي كفاتني. كناخذوا 3 الحبات ديال التفاح اولا 2 حبات ونص، هما اللي كفاوني. غادي تخليو لهم القشره، تحيدوا لهم غير هذاك العلف وهكا القلب ديالهم، صايو كتقطعوهم بالعرض ماشي بالطول باش يجي الشكل ديالهم زوين. كتحيدوا هذوك الحواف ولا الجنيبات من هنا ومن هنا، وكتحاولوا تقطعوهم رقاقين بزاف. هكا كتكفينا 2 ديال التفاحات ونص صغارين، عادو كيجي الشكل ديالهم زوين. استمريت قطعت كل شيء، مشيت سخنت الفرن على 180 درجه من الاسفل فقط. غادي ننزل بهذا الشكل هذا، كندير الدوره كامله بالتفاح، عاد نجي كنزين في الوسط. بالنسبه للوسط اللي كان عندكم غير 2 ديال التفاحات، راه ممكن ديروا غير في الجناب، وفي الوسط ديروا زبيب اولا ديروا كاوكاو اولا اللوز ايفيلي اولا كاوكاو ايفيلي كونكاسي اللي كان عندكم والطريقه اللي بغيتو. هنايا انا غادي نجيب العكس، نص تفاحه نديرها في الوسط، سكر فاني غادي نرش من الفوق وندخلها كطيب. الشكل ديالها كيجي رائع زوين بزاف. وغادي نقلبوها. هنا الصراحه انا ما خليتهاش بردات نهائيا، كتشوفوا بانها سقات واحد شويه في الوسط، من الاحسن خليوها تبرد اولا ديروا البابي سولفوريزي اولا البابي كويسون. هنايا كدهنوها بشويه ديال المربى اولا العسل اللي كان متوفر لكم، وخلوها تبرد مزيان مزيان وقدموها بالصحه والراحه. كتجي رائعه، كتجي بنينه بزاف، خفيفه، زائد القرمشه ديال هذاك الزنجله اللي درنا من الاسفل وفي الجوانب. كنتمنى فعلا تجربوها، وشكرا لكم على كل التطبيقات اللي كتوصلني ديما في ماسنجر وحتى في انستغرام ديالي اللي هو ياسر اوفيسيال. هنايا غادي نقطع لكم باش تشوفوا الشكل ديالها. انتما راه كتفرتس غير بوحدها، كتجي رائعه وزوينه بزاف، وفعلا كتستحق تجربه. من بين احسن والاد الكيكات اللي ممكن نعتبرها رقم 1 في العالم، فجربوها على ضمانتي وردوا عليا الاخبار. نقول لكم تهلاو في راسكم، ونتلاقاو في وصفات قادمه وجديده ان شاء الله.